بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين يا رب. النهاردة ان شاء الله هقدم لكم فيديو بسيط كده عن كيفية تفصيص الرمان بسهولة خالص. هي فكرة حلوة انا شفتها على الفيسبوك. مش بتاخد وقت، حتى لو الكمية كبيرة جدا يعني ممكن تفصصيه في نص ساعة. ومش من غير ما تعوصي ايديكي ولا ايديكي تسود ولا الكلام ده خالص. وسهلة خالص الطريقة ديت، حبيت ان انا اشاركها معاكم هنا في القناة. آه، بس بتمنى بس لو انت اول مره تشوفي القناه بتاعتي تدخلي تشتركي فيها وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات بتاعتي. ولو اتفرجت على الفيديو ده للاخر وعجبك ما تنساش تدعميني باللايك. يلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا ان شاء الله. اول حاجه يا بنات، انا معايا كميه رمان، اي كميه انت عاوزاها. بتجيبي طبق او مصفى او اي حاجه تكون واسعه علشان تعملي فيها. ومعايا هنا السكينه الصغيره ديت، انا هقطع بيها لان ما بعرفش امسك السكينه الكبيره يعني. ومعايا طبق تاني هقطع فيه. ببتدي اول حاجه كده بقطع الرمانه نصين. هو صراحه الرمان ده كان عندي في التلاجة، وبعدين انا يعني لما كنت باجي اعمله كان بياخد وقت كبير وكان بيخلي ايديا تسود. فلما لقيت الفكره ديت قلت بقى اعمله معاكم. اول حاجه قطعت اهوت، وبعدين الحتت اللي هي في جنب الرمانه كده ببتدي ان انا اقطعها بالسكينه بالراحه كده، بفتحها فتحه صغيره كده بس، وبالسكينه او بالمعلقه الكبيره ديت، وهبتدي ان انا اخبط على على الرمانه. هي المعلقه ما انا ما خبطت جامد بيها، فانا هخبط بالسكينه بظهر السكينه، بس تخلي بالك علشان السكينه ما تعوركيش. المعلقه عاوزه تخبطي جامد جامد، فانا كنت بعمل بالراحه علشان يبان في الكاميرا. فالسكينة افضل، يعني السكينة او اي حاجة، مش شرط السكينة برضو. الطريقة ديت سهلة جدا، بتخلي الرمان ينزل كده من المكان بتاعه. ما بياخدش وقت نهائي، انت بمجرد ما بتضغطي بالسكينة او بالمعلقة بيتفصص معاكي. وزي ما انتوا شايفين اهوت بدأ يسيب مكانه وينزل كده. هعمل بظهر السكينة كده، بس تخلي بالك علشان السكينة ما تعوركيشي. في ثواني كده بتفضى، ومش بتعملي حواليكي دوشة كتير، ولا بيكون في قشر كتير، ولا بيكون في حاجة. بنفس الطريقة كده، ولو كمية كبيرة برضو بتعمليها مفيش اي مشكلة. زي ما انت شايفة فضة اهوت. هبتدي ان انا اعمل نفس الحكاية في النص التاني، بفتحه بس كده من الجناب، من الحتت اللي هي بتكون موجودة ديت. افتحه كده فتحات بسيطة عشان اول ما اخبط عليه يسيب على طول. وابتدي ان انا بخبط عليه بظهر السكينة كده، او باي حاجة عندك، او بمعلقة كبيرة، او باي حاجة عندك. بيبتدي ينزل معايا بكل سهولة ومفيهوش اي مشكلة. لا بيسود الايد، ولا بيعمل قشر كتير حواليكي، ولا بتغيبي فيه، يعني في ثواني كده. يعني انا عملت الكمية ديت ما خدتش معايا 10 دقايق بالظبط، وكنت مخلصاها كمان علشان انا واقفة قدام الكاميرا بحاول ابين يعني بالراحة كده. لكن لو عملتها كده مع نفسي مش هتاخد دقيقتين 3 وبتكوني مخلصة. بس كده اهوت بنفس الطريقة عملت اهوت. هطلع القشر الصغير ده كده منه اهوت. وبعدين برضو هكمل بنفس الطريقة، هكمل كمان واحدة بنفس الطريقة اهوت. بخبط عليه كده. هو في طرق كتيرة جدا خالص يعني شفتها على النت برضو لتفصيص الرمان بكل سهولة، بس ما كانتش الطريقة بتطلع معايا مظبوطة.
يعني مثلا ان انت تقشري الرمانة كلها، او ان انت تقسميها نصين وتعملي بالسكينة كده لحد ما يطلع. ديت كانت اسهل طريقة معايا، ان انا اخبط عليها بالسكينة كده. خلاص يا بنات، انا كده خلصت الكمية كلها، هي ما خدش معايا اي وقت زي ما قلت لكم، وبطريقة سهلة جامد. تقدري تعمليها في ثواني بأي كمية رمان. ان شاء الله يا رب الفيديو ده يكون عجبك، واكون قدرت ان انا افيدك او اوصلك المعلومة يعني بطريقة سهلة. جربي كده لو عندك رمان ومش عارفة تعملي فيه ايه. جربي الطريقة دي هتلاقيها ظبطت معاكي. ممكن بقى تعمليه عصير او تحطي عليه سكر. وان شاء الله الفيديو يكون عجبك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.